باحب النهايات السعيدة الجميلة بتاعة الأفلام العربي بتاعتنا دي اللي هي في الحقيقة بتحصل، يعني قليل أوي اللي هي بتحصل، بس الفيديو اللي جاي ده كل واحد فينا في الشعب المصري ووزارة الداخلية ليها دور في إن الفيديو ده يبقى نهايته نهاية سعيدة كده زي ما هنشوف مع بعض. ألف ألف حمد وشكر لله. الطفلة رجعت يا جماعة أهي بين أحضاننا. ألف حمد وشكر لله. تسلم جدا الداخلية والشرطة المصرية، تسلموا، ربنا يبارك فيكم يا رب. وطبعا الشيخ الأزهر ربنا يبارك فيكم. استغلت ان هي تحت تاثير البنج وخطفت البنت ونزلت. والله هم كلموني طبعا من هنا من اسم شركه الجماليه، قالوا لي بنتك جبناها. طبعا هي لحد دلوقتي مش مصدقه نفسها اللي هي بنتها بين ايديها يعني. الحمد لله. بصراحه انا ما توقعتش بالسرعه ديت، خصوصا يعني اللي خطفتها دي منتقبه وما عندناش تفاصيل عنها 48 ساعه بتعيط، يعني ما بتعملش حاجه غير بتعيط. كانت في حاله انهيار. انا جبت مراتي تولد هنا في مستشفى حسين من يومين تقريبا، وبعد الولادة مباشرة يعني قبل ما تكون البنج قعدت كام ساعة كده، وفي واحدة منقبة معاها في نفس الغرفة، العنبر اللي هي فيه، السرير اللي جنبيها. وطبعا فضلت مراقباها كذا ساعة كده لحد ما مراتي، طبعا انت عارف طبعا البنج وتأثيره والكلام دوت، استغلت ان هي تحت تأثير البنج وخطفت البنت ونزلت. استغلت ان مفيش حد معاها، اللي انا كنت نزلت اجيب حاجات وسبتها وسبت الطفلة معاها، فهي استغلت الموقف وخطفت البنت وهربت. تمام. وطبعا لما اكتشفت بقى كده اتوجهت طبعا لاسم الجمالية على طول مباشرة، والرجال المباحث هنا راحوا فرغوا الكاميرات وعملوا شغلهم يعني بصراحة، ولحد الحمد لله ما ربنا كرمهم وقدروا يقبضوا عليها الحمد لله. عرفتوا الخبر ازاي يعني اللي هي رجعت؟ والله هم كلموني طبعا من هنا من اسم شركة الجمالية، قالوا لي بنتك جبناها وموجودة في المجمع العسكري للشرطه اللي هو في القاهره الجديده. تمام. ففعلا رحت خدت بعض ورحت لقيت. طبعا من الدرجة الأولى شابوه وزارة الداخلية، احنا عقبال ما لحقنا نشير ولسه بنفكر وناخد وندي كنت انتوا حليتوها. أنا كراجل محامي شغال أساسا في، يعني أنا نزلت أفرغ مرة كاميرتين في واقعة صغيرة لقضية عشان أرفقها للنيابة، أخدت مني نص يوم. تخيلوا بقى أنت بتدور على إبرة في كوم قش، في منقبات أكيد تانيين موجودين في مستشفى الحسين الجامعي، المتهمة منقبة المجني عليها طبعا ما فيش طفل لسه مولودة ملهاش ملامح ولا اسم ولا أي تفاصيل. مستشفى القاهرة وما أدراك ما القاهرة وزحمتها ودوشتها، نحدد خط سير بني آدم واحد في القاهرة دي كلها. فيعني بأمانة شابوه شابوه وشابوه وزارة الداخلية، شابوه شيخ الأزهر، شابوه بقى الشعب المصري العظيم اللي عمل ملحمة أنا شفتها على السوشيال ميديا كل المنصات، اللي بيدعي واللي بيشير واللي بيتكلم واللي بيفكر واللي عايز يساعد ومش عارف واللي بيتابع، ويعني كان موضوع تحس إن في ملحمة. الشعب المصري كله بركة والخير، هو ده الشعب المصري اللي احنا عارفينه يا جماعة. فالحمد لله على سلامة البنوتة الصغيرة بنتنا، والحمد لله على السلامة، وشابوه وزارة الداخلية، شابوه الشعب المصري، وليلتكم سعيدة.